مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم ان شاء الله بخير. شلونكم؟ وين العطلة؟ وين رحتوا؟ وين اجيتوا؟ شنو سويتوا؟ احنا لحد الان ظالين بعدنا، يعني ماكو فشي جديد عندنا، بس اهم شي خلينا نشبع نوم وخلينا قاعدين بالبيت. ورحت حفلة أقاربي، إن شاء الله راح أخلي لكم فد مقطع يعني بنهاية الفيديو. إن شاء الله اليوم راح أشارككم غداني ومشترياتي. طبعا هذا السمك كلش يحبونه الأولاد، يعني كل إحنا نحب، العائلة كلها تحبه. أعتقد هذا يسمونه بلطي، احنا هنا بالبصرة يعني هذا الاسم. بعد مكانات كل منطقة وكل محافظة لها تسميتها الخاصة. فطلعته، يعني كنت طلعته من الليل حتى يفك، وبديت انظفه من الصبح، يعني هيك تقريبا، مو الصبح يعني الصبح، لا الصبح مالنا ب 11 هيك تقريبا. فبديت انظفه. طبعا انا احب تنظيف السمك، يعني حتى البياح لان صغار وهاي حلو، احب تنظيفه عادي ماكو مشكله. بس هو مشكله التقلى اللي راح يلعوز للطباخ. طبعا سويت المونتاج وانا قاعده بالطارمه. قلت شوية عن الهوسة بالبيت، صوت الثلاجة وصوت المجمدة وصوت النقال مال الأولاد واللي يعني طالع والطاب. فقلت أقعد بالحديقة شوي حتى أسجل على راحتي. النوبة ما شاء الله، الجهال بالشارع قاعد يلعبون بعتدون عطلة وجاي يلعبون. فقلت عادي يمين كل شيء أسمعكم اليوم، كل الأصوات. ومناهم طلع الماطور مشتغل مالت الماي. يلا على العافية، كل شيء حلو. طبعا منو من عندكم مر بهاي الأزمة مالت الامتحانات والقلق والتفكير؟ يما يعني صار بينا كلش تعبنا كلش، يعني احنا والأولاد وكلها تعبت، يعني كلها تعبت الأهالي. والله أحسن يعني ضغط صار علينا. صح بالمدرسة هم خطية ما مقصرين، هم يعني يدرسون ويتعبون ويعني، بس مهما يكون الأهل يعني عليهم ضغط هواي. وهنا طبعا خلصت السمك، بس هم ما اقدر ابقي سنك زفر. فقلت هسه اغسله غسله يعني اوليه هيجي، وبعدين همين من نتغدى همين راح اغسله. طبعا عندي هذا كاتبه عليه حتى الاولاد خاف يردون يستخدمونه، كاتبه عليه الكلور حتى يعرفون يعني انه هذا كلور. هم ما ياخذون، بس يعني ساعات ياخذون للسياره مثلا زاهي او فتشي، فانا كاتبه عليه حتى ما ياخذونه. وهنا أنا طبعا هاي الزرعة مالتي ساعة أدخلها، ساعة أخليها برا شوي بالشمس، وساعة أدخلها همين أخاف عليه. عندي هنا شوي زرعة رشاد بعد صغير يعني ما كبران، فأخاف عليه من العصافير تاكله. وهنا بعد ما ملحته وانتظرته إلى أن يعني إجا وقت التقلاء، في يعني بهارته ببهارات. عندي بهارات السمك وشوية طحين وشوي شكر. طبعا ما مصورته لأن أنا منزلته قبل، يعني قبل فترة من يعني بالقناة منزلته، فبعد ما صورته لكم. وهنا أكمله أبهر أكمله وأغسل إيدي وأغسل همين ماعين الزفرة، حتى هالنوبة مثلا أقدر أشتغل بالبيت، أقدر أحوسن والسمك بالتاوة يعني ما أتقيد. هنا نتمن خليت له شوية بهارات وشوية كركم يعني حتى أسوي لونين، وهذا شكله هيجي. وهنا أنا عندي الدهن قبل يوم كنت مقلي بيه باذنجان وكبة، فما ذبيته حلو ما بيشي، بس يعني قلت عادي أقلي بيه سمك ماكو مشكلة. وهنا خليت السمك بالتاوة وقلت يلا خلينا نكنس. طبعا بكناستي الكهربائية الصوندة مالتها يعني ما جاي يعني تسحب عدل، فلازم أحد يروح السوق ويبدل الصوندة. وعادي هاي المكناسة حلوة، أنا حبنا يعني أحسنها حلوة تنظف فمين ما قاصرة. يا ما كنا نكنس بيها، بس ذيك شوية يعني مريحة عن مود واحد ضارة أو فد شي، يعني أحسن هذيك مريحة، بس هاي حلوة. وطبعا ما راح أقلي السمك كله لأن ما حد موجود بالبيت، فراح أقليه بس يعني على اللي موجود، ومن يجون أرجع أقلي لهم. وطبعا شوفوا بالصدفة جوارينا ظل يدقدق ما أدري شنو عنده يسوي فوق السطح. وهذا غداني وسهمكم بالعافية كلش طيب. أنا كلش أحب السمك وكل إحنا نحب السمك، عندنا نفر واحد ما يحبه بس بالتقلاه لا ياكله. وهذه الشعرية طبعا كلش أحب الشعرية أنا.
حتى وين ما اروح أنا لاي مكان لاي اقاربنا اقول لهم يسووا لي شعريه. فكانت عندي هاي من الليل طلعتها وحميتها. وهسه ننظف الطباخ. الطباخ الكهربائي يعني همين حلو بالشغل، بس بالسمك شوي بطيء احسه، فيطول ويعني يصرف دهن. يعني من يطول السمكاية من تطول السمكة على الطباخ وهذا، فأحسن تشرب دهن كلش زايد، فمو حلو الأكل يصير كلش دهن. وهنا مسحت الطباخ غسلته بس بالكلور بالبداية، وبعدها راح انشفه. هو الصراحة يعني ما تلعوس هواي لأن ما قليت بس قليل يعني. وقلت بعدين همين ارجع امسحه بعد شو اسوي يعني، ما اقدر ابقي لان الاولاد شوي تاخروا فما قليت لهم. حلو السمك يكون حار يعني وقت بوقته. وهسه سوينا الغداء ويا حيرة العشاء. انتم هم تحتارون بالعشاء، بس انا اليوم حضرت العشاء الحمد لله من وقت لان رحنا للمحل ويعني سوقنا سواق شي بسيط، فيعني ارتاحيت من العشاء. وتعرف فقرة الماعين ما كانوا هواي لان مثل ما شفتوا ما حد اكل، بس يعني هاي الماعين الموجودة راح اغسلهم على السريع او اكمل وياكم باقي الفيديو. كنا خلصنا الماعين واكيد ما فهمتوا شي لين كنا نحكي بالهندي انا وابني كانت لغتنا اللغة الهندية. فهسه هنا هذا السمك كملته، واجت وجبة ثانية من الاولاد اجوا فحضرت لهم، قلت لهم قليت لكم السمك، فهم لازم ارجع وامسح الطباخ بعدين. فقلت خلي شوي اصب لي قلاص شاي واقعد شوية امخمخ. تدرون الشاي كلش طيب يعني ورا السمك. ولو يقولون يعني انه هي ماكو فايدة يعني بالسمك اذا واحد يشرب الشاي، بس شاينا مو اسود وثقيل شوية عن مود عن تروح عن الزفرة. طبعا هاي مشترياتي، اشتريت من هذا الدجاج المقرمش حلو. هذه بألف يعني، هاي الكيس بألف بقطعتين حلوة مال الدجاج يعني. طبعا هاي لازم مساتل للناس. جبت هاي الدبس الرمان، وطبعا هاي هنا الدبس العادي هذا اريد انقع بيه الدجاج اذا الله شاء وراد. وهذا الدايت مال الغسالة الاوتوماتيك. هذا الدجاج، هذا جبت من هذا الشربت، طبعا نحبه احنا شربت سومر القديم دائما يعني نجيب من عنده. وعندنا هنا المايونيز والكاتشب الدقوس، هذا همين يعني دائما لازم نجيبهم. هذه العلاقة الثانية، هذه إثبات. وكل مرة والله اشتري كنينة يعني بالة كاملة، هالمرة اشتريت يعني شو مفرد فوق الميزانية. اوه اشتريت هذا اللحم همين يحبونه، نحبه يعني عشات هذه. وهذا الجبن، هذا الجبن إلي أحبه أنا وأبو نواف نحبه. وطبعا جبت خميرة وطحين صفر أريد أسوي بيه شرك. وشنو هنا هاي زيادة خير يسمونها، فرش مال الشعر، هاي فرشة. وهاي الشوطة هاي زيادة خير يسمونهم إذا سامعين بيها. وهاي بيها منظفات، اشتريت هذا الشامبو للأولاد، وهذا الكرمون مالت الحمامات الفلاش. اشتريت هالمرة من هذا الديتول، والله شو يعني عطره حلو،
بعد ما ادري. وصابون اكيد. طبعا عندي هذا مالت الحمامات تذكرون، المعطر مال الحمامات. ما يعني عندي جديد تو اشتراه لابني، كان طالع واشتراني. وهذا التايت للغسال، وهذا التايت هيك ساعات يعني اشتري اغسل العفو الدواسات، لو تكرمون اغسل احذية يعني احتاجه، لان هذا ما يروق، ما بي يعني موظفة، فهذا يعني احتاجه. وشنو بعد، وصيت ابني على جلافات، جاب لي جلافات هواي ديستيز، كلها ما عجبتني. انا احب ان هاي الجلافة، واحب ان بعد جلافة ما شفتها موجودة. وصمون. وهاي مشترياتنا يعني مو شهرية، وانما هيك يعني اللي مخلص اشتريته، اللي مخلص اشتريته، بس مو مشتريات شهرية ولا اسبوعية يعني. زاهي عندي، وعطر مال حمامات عندي، تمن عندي، شكر ومعجون وهاي سوالف، شو اسمه بقوليات عندنا، بس عندي نقص لبلبي وباقي هم يعني يراد اشتري، يعني ما عندي قليل. وشنو بعد، شعرية هم عندي، معكروني كلها الحمد لله يعني. تجي لي فترة اسوق شغلات شهرية يعني، وتجي لي فترة لا اجي القط يا ورايح وراجع يجيب لنا. بس اليوم يعني لين انا رديت اروح للمحل على مود الشامبو والهاي، يعني قلت لازم انا اروح.